السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. مع حضراتكم مستر مصطفى سمير Teacher of English in the Language School، ودي قناة تعليمولوجي في تعليم اللغة الإنجليزية. إن شاء الله في الكورس ده إن شاء الله هنتعلم ونتكلم إنجليزي من خلال الممارسة. Learn and speak English from practicing. دورة مهمة جدا لازم نتابعها للآخر. هنتعلم فيها تعبيرات جديدة وكلمات جديدة ونحفظها مع بعض من خلال الممارسة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم مع الفيديو الثالث في السلسلة. طبعا الفيديو النهاردة هنتكلم على my day. my day يعني يوم. my day يعني يومي. فيومي بيكون طبعا فيه أشياء كتير جدا، أفعال بتتكرر كل يوم في الغالب. walk يمشي مثلا، get dressed يلبس، eat بياكل، هنا مثلا باك او باك يعني يجهز الشنطة بتاعته، ودرينك وبراش. طبعا دي كلها حاجات بتتعمل في اليوم. فنشوف مع بعض القطعة النهاردة ونشوف تحليلها ان شاء الله. علي wakes up. علي gets dressed. طبعا احنا بنحط للفعل اس عشان خاطر علي طبعا احنا اي هي او شي او ات طالما بتكلم في البريزنت في المضارع present simple مضارع بسيط بحط للفعل اس. علي gets dressed. علي eats his breakfast. علي brushes his teeth and his hair. علي puts on his shoes. علي puts on his coat. علي walks outside and gets on the bus. علي sits down with Ahmed. The bus goes to school. شوف معاني الكلمات. علي wakes up. wake up يستيقظ. wake up عايز اقول انا بستيقظ بدري او انا بصحى بدري. I wake up early. علي gets dressed يعني بيلبس او بيلبس خلاص. وطبعا get dressed يعني يلبس عفوا get dressed اللي هو يلبس هدومه طبعا. فبقول علي gets dressed. عايز اقول انا لبست او انا بلبس. I get dressed. علي eats his breakfast. علي بياكل breakfast فطاره. طبعا عايز اقول انا باكل فطاري. I eat my breakfast. انا باكل فطاري. علي brushes his teeth. علي بيغسل سنانه. طبعا عايز اقول هو انا بغسل سناني. I brush my teeth. and his hair يعني وشعره. علي puts on his shoes. كلمة put on يعني يلبس أو يرتدي، بس لازم أذكر إيه اللي هلبسه. إحنا كنا قايلين get dressed، ما قلتش الحاجة اللي بلبسها عادي إن أنا بلبس. طيب أنا عايز أقول بلبس حاجة فبقول put on. علي puts on his shoes يعني علي بيلبس جزمته his shoes. طب أنا بلبس جزمتي. I put on my shoes. علي puts on his coat يعني بلطو. طب انا عايز اقول انا بلبس البلطو بتاعي. I put on my coat. علي walks outside. علي بيمشي برا and gets on the bus. get on يعني يركب طالما في باص. فانا عايز اقول بركب الاتوبيس بقول I get on the bus. I get on the bus. اوكي، يبقى هنا get on معناها يركب الاتوبيس. علي sits down. علي بيجلس with احمد بيجلس مع احمد. طب عايز اقول انا بجلس مع احمد. I sit down. الاس طبعا مش هقراها، مش هقول اس طبعا لان انا بقول مع I الفعل زي ما هو. I sit down with احمد. The bus goes to school. الأتوبيس يذهب إلى المدرسة ويروح المدرسة. The bus goes. هنا الفعل أصلا go، لكن مع bus هي أو شي أو it بنحط es طالما الفعل آخره o. وطبعا ده إن شاء الله هناخده في الجرامر. نشوف مع بعض الكلمات. أول حاجة نشوف الوجبات meals. عندنا طبعا 3 وجبات: breakfast
اللي هو الإفطار breakfast breakfast. lunch 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 يعني الغداء. في عندنا عفوا في عندنا وجبة خفيفة اسمها سناك سناك سناك. دي وجبة خفيفة تتاخد مثلا ما بين الفطار والغداء، الغداء والعشاء وهكذا، ان المدة بتبقى طويلة فلازم يكون في وجبة خفيفة. وجبة خفيفة يعني مثلا تفاحة مثلا، موزة، حاجة بسيطة. طبعا عندنا العشاء اللي هو الدينر dinner يعني العشاء. نشوف places أماكن places أماكن. أول حاجة school ال H silent school مدرسة. home يعني منزل أو بيت. club يعني نادي. شوف عندنا أجزاء الجسم اللي هو البادي. أول حاجة face يعني وجه. hair يعني شعر. teeth ما ننساش TH لازم أطلع فيها لساني وأقولها حرف الثاء. teeth يعني أسنان. arm اللي هو ذراع. hand يعني يد. leg يعني رجل. شوف بعد كده food طبعا يعني الأكل أو الطعام. طبعا يعني بيضة. cheese يعني جبنة. bread يعني خبز أو عيش. beans اللي هو الفول. salad يعني السلطة. pizza اللي هي البيتزا. sandwich اللي هو الساندويتش. شوف مع بعض drinks مشروبات. water يعني مية أو مياه. juice يعني عصير. milk لبن. coffee يعني قهوة. tea يعني شاي. شوف مع بعض transport اللي هي وسائل المواصلات، الحاجات اللي بنركبها واحنا رايحين الشغل، رايحين مدرسة. ايه بقى الحاجات اللي بنركبها؟ اول حاجة باص، اتوبيس، باص. كار يعني سيارة، عربية. بايك يعني عجلة او دراجة. ترين يعني قطار. بلين يعني طائرة. شيب يعني سفينة. طبعا بعد ما شفنا وسمعنا وشفنا الكلمات ومعانيهم، أرجو من حضراتكم تسمعوا الكلمات دي تاني وتكرروها علشان تستفادوا بيها، لأن احنا في الكورس ده زي ما اتعودنا إن شاء الله إن احنا بنتعود إن احنا بنقول الكلمات من غير ما نفكر فيها، لأن احنا اتعودنا عليها فبنسمع الفيديوهات كتير، فده مهم جدا. وأشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية.